قلتم في أحد التصريحات ديالكم السابقة بأن الشعب الجزائري كلفكم بحمل رسالة إلى الشعب المغربي. هل التقيتم الشعب الجزائري؟ كيفاش؟ واش تلاقيتم مع الشعب في الشارع؟ وما فحوى هذه الرسالة؟ لا، أولا نحن كحركة شعبية دائما ما كان عندنا هاجس حسن الجوار. وطبعا لما نتحدث عن حسن الجوار، هذه ثقافة ربها فينا المؤسس الحركة الشعبية. ولما أتحدث عن مؤسس الحركة الشعبية هنا أتحدث عن الراحل المحجوب أحردان والدكتور الخطيب، الذي كان لهم إسهام ومساهمة في دعم ومساندة الحركات التحررية على مستوى الجيران الجزائر. وحتى الراحل محمد الخامس، قام بخطاب وهو يدافع عن الشقيقة الجزائر وعن استقلالها. بل أكثر من هذا وذاك، أن المغرب دائما ما ربط مفاوضاته من أجل الاستقلال بتحرير الجزائر. وهذا تاريخ يجب استحضاره، يجب أن تستحضره الأجيال الحاضرة، لأننا ربما أيضا أحيانا ننسى أو نتناسى، وبالتالي يغيب عنا الاستثمار في المستقبل. فبمعنى كانت شعوب متآزرة، كانت شعوب متكاملة، ولكن مع كامل الأسف اليوم هناك أجندات. وهنا طبعا نفرق بين الشعوب وبين الحكام. لما زرت الجزائر فعلا كانت حرارة العناق مع الإخوان في الجزائر، سواء على مستوى ممثلي الأمة، المستوى البرلمانيين، أو على مستوى المواطن الجزائري البسيط الذي كان لنا فرصة وشرف لقائهم، سواء في الفندق ولا سواء في خرجات اللي قمنا بها خلال إقامتنا بالعاصمة الجزائر لمدة أسبوع. فاستشعرنا أن هناك احترام، أن هناك تقدير، أن هناك إحساس بالانتماء المشترك بين الشعوب، إحساس بالانتماء المشترك بين الشعوب. وفعلا لما تحل بالجزائر وتكون لك فرصة الاحتكاك بالمواطن الجزائري، بمعنى لما تغيب الأجندات السياسية وتتعانق الشعوب بكل تلقائية، فعلا يحضر التاريخ وتحضر القيم التي ناضل من أجلها وحارب من أجلها الشعبين. ففعلا كلفوني بإبلاغ رسالة على مستوى شخصي المتواضع للمغاربة، وقالوا لي بلغ رسالة للمغاربة بأن نحن لسنا معنيين بكل النقاش البيزنطي وكل النقاش الذي يدعو إلى الحقد على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي. فنحن نحب المغاربة، ونحن نعرف يعني مؤكدون أن المغاربة يبادلوننا نفس الشعور، وهي مسألة وقت، لأن تلاقي الشعوب وعناقهم وتكاملهم اقتصاديا واجتماعيا يعتبرونه بأنه قدر وحتمية. ربما بغض النظر عن الظرفية هناك ربما ظروف نعتبر اليوم هذه القناعة المشتركة، وهذا الجميل في الشيء أن هناك قناعة مشتركة بأنها ظرفية عابرة، ولكن الأهم هو التاريخ وسيحضر في وقت ما إن شاء الله.